كنا في الخريف وفي وقت الكابوية حبينا نستغلو الفرصة، قالت لي ماما رواحي نديرو ألذ معجون مع بعضنا. خير قطعة تكون حمرا مليح باه نديرو بها ألذ معجون ممكن ذوقوه لي لازم كل عام نديرو بس فيه فوائد بزاف. عندنا هنا حبة قارص حبة تشينا وحدة لافاني وقرفة هي من المستحسن تكون قرفة تاع العود، أنا عندي مرحية وميزان باه نوزنو به. نجيبو نقيو الكابوية نتاعنا كيما راكم تشوفو، نحولها الزريعة نتاعها ونحولها القشرة اللي من تحت كيما راكم تشوفو فيها، ومن بعد نغسلوها مليح أنا راني ما صورتكمش كيما غسلتها. وكيما قلتلكم الكابوية فيها فوائد بزاف بزاف، مليحة للمناعة مليحة للإرهاق ولتحسين البشرة، غنية بالفيتامينات، تقلل من لاطونسيو يعني تهبطها مليحة مليحة بزاف الحوايج. وكيما راكم تشوفو فيا هنايا راني نقي فيها كيما هكذا. كي كملت نقيتها قطعت المكعبات الصغيرة كيما راكم تشوفوا، وقطعت التشينا والقارص ثانية مكعبات صغيرة، ودرت الزاز نتاع التشينا والقارص، ومن بعد نروحو نوزنوها باه نعرفو المقادير السكر اللي لازم نديروها. وزنت الكابوية جاتني 633 غرام، والسكر درت النص نتاع الكمية 300 غرام نتاع السكر، ونزيد ندير التشينا والقارص اللي كنت وجدتهم مع الزاز تاع التشينا والقارص ولافاني وشوية نتاع القرفة للنكهة، ونخلطوها مليح مليح كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نغطوها ونخلوها 24 ساعة يعني ليلة كاملة باه تطلق السيرو تاعها. وهنا كنت جبدتها من الثلاجة، ارواحوا تشوفوا معايا كيفاه طرقت السيرو تاعها والماء تاعها. ومن بعد نروحوا نطيبوها على نار متوسطة في كيكوطة أو قدرة تكون ثقيلة كيما أنا درتها في كيكوطة صغيرة كيما راكم تشوفوا. طيبوها على نار قليلة ونغطوها. وشوفوا هنا راها بدات تطيب، كاين معلومة برك حبيت نقولها لكم، أنا هنا راها ما طلقتليش الرغوة من فوق، كاين اللي تطلق لهم الرغوة من فوق نحوها باسكو تخسر لكم القود تاعها. ونجيبو البرا ونرحوها كيما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على هذا القوام، نرحوها مليح مليح. ومن بعد نعاودو نرجعوها للنار حتى تنشف مليح من السوائل تاعها، تحصلوا على هذا المعجون خلوه يبرد واستعوضوا به في بلارات يكونوا معقمين، وقدموه ما تامنوش البنه نتاعو كامل تاع الكابويه. وما تنسوش تخلوا لي رايكم في التعليقات وبصحتكم.